السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدع عبد الحق بشيخة مدرب اتحاد العاصمة استغرابه من الطريقة التي انهزم بها فريقه أمام مستضيفه بارادو 2-1 يوم الأحد في اللقاء المؤجل عن الجولة 20 من دوري المحترفين الجزائري. بنشيخة في تصريحاته وسائل الإعلام عقب المواجهة قال: فريقنا لم يقدم ما يشفع له للفوز، ولعب بسذاجة أمام بارادو، لقد تلقينا هدفا في وقت قاتل، ومن المخيب أن فريقا يلعب نهائي الكونفدرالية الإفريقية ويستقبل هدفا في الدقائق الأخيرة. وأضاف: لا يمكننا لوم التحكيم على هذه النتيجة، صحيح أنني قمت بالاحتجاج في بعض الأحيان، لكن ليس على قرارات الحكم، بل على بعض الخشونة الكبيرة في اللعب، فأنا أخشى إصابة بعض اللاعبين، ونحن مقبلون على نهائي مصيري. وأردف قائلا: قرارات الحكم ربما تهم أطرافا أخرى، أما بالنسبة لبنشيخة فلا يحب التحدث عن التحكيم، سأترك ذلك لأهل الاختصاص والإعلام للحديث عن أخطاء الحكم إن وجدت.